كابتن مدحت عبد الهادي فعلا بيثبت ان هو غير كابتن احمد عبد المقصود اللي بيكسب النهارده 1-0 امام كابتن بابا فازيليو، اللي طبعا كابتن احمد عبد المقصود قبليها لعب في كاس الرابطه وخسر 3-0 مع الرأفة في اخر 10 دقايق. لكن كابتن مدحت عبد الهادي كان ليه راي اخر. شفنا كابتن عبد المنصف مدرب الحراس، كابتن عبد الواحد السيد بجد يعني كان عباره عن جهاز فني زملكاوي بجد، واحنا فرحنا لما شفناه. لكن المدرب الجديد اللي هو اوسوريو جه عشان يمسك نادي الزمالك، وهيمسك باذن الله بعد الماتش ده مدحت عبد الهادي هيبقى في الجهاز المعاون. وكمان بنشوف هيكو هيرليتش اللي قلت لكم في فيديو الزمالك اللي فات ان هو يمسك الزمالك وخلاص، ده فاضل بس ماضي العقود. لا الحمد لله، هو قالوا هيجي بعديها تقريبا بيوم قالوا هيمشي، فاللي هو ده اسرع مدير فني يجي ويمشي تقريبا. شيء غريب جدا. قال لك الزمالك حواليه ضغوطات ومشاكل، وانا لما وصلت مصر عرفت وانا مش همضي. لا احنا المفروض جايبينك عشان تحل مشاكل. ده شيء غريب جدا من مدرب هيكون ليرش، لكن كل مدرب ليه وجهه نظر ولازم تحترم. طبعا الونش اللي النهارده بيسجل الهدف الوحيد لنادي الزمالك، وكمان بيصبح هو رجل المباراه، انقذ كور كتير في الدفاع كانت صعبه. الونش اللي بيحاول يرجع لمستواه، هو فعلا قدر ان هو يرجع لجزء كبير جدا من مستواه. لولا ده كان الزمالك في حته تانية دلوقتي، كان زمانه خسران. ما ننكرش فضل الونش، ما ننكرش كمان ان حسام عبد المجيد النهارده كان فيه غلطات بالجمله. فلازم الزمالك يعني حسام عبد المجيد يهدى نفسيا وما تعصبش كتير. وكمان بنشوف ان في الشوط التاني الزمالك ما ظهرش خالص، عكس ان احنا كنا متوقعين ان هو يظهر ويجيب فرق اهداف، لكن هو ظهر في الشوط الاول بس. تقريبا فكره كابتن مدحت عبد الهادي بيعتمد على ان انا هسجل جون وهعمل ان يعني هقفل الدفاع ومش هخلي اي كره تعدي، وده فكره محترم اكيد. كمان شفنا لاعب باسم مرسي بيسجل هدف ولم يحتسب بالفار بعد احتسابه بدقيقتين، ده شيء كان غريب جدا. وشفت كمان ان الحكم ان الماتش ده كانت قرارات صحيحه 100%، بدليل ان اللعيبه ما اعترضتش على ولا قرار. محمد هلال وبامبو واللعيبه دي كلها بجد اثبتوا النهارده ان هم لعيبه كبيره، لكن الحظ لم يكن يحالفهم. فتوح والمسلوسي والونش كل دول كانوا بيلعبوا بقلب جامد. شلبي لاول مره يا جماعه بشوفه بيلعب كوره بجد. انتوا فاهمين مدى التطور اللي حصل؟ ده تقريبا في 5 ايام 4 ايام كابتن مدحت عبد الهادي غير طريقه اللعب الكل.